السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم قناة بيت أم هاني. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تفرجوا في هذا فيديو جديد لحلوة العيد، جديد العيد لهذا العام. إن شاء الله جبت لكم حلوة راقية البنات، سهلة بنينة بزاف، وتقطع لكم كمية كبيرة، يعني ب 250 غرام تاع لا مارغرين راح تطلع لكم أكثر من 60 حبة تاع حلوة كيما راكم تشوفوا معايا بالشكل هذا. بيراميد حلوة بزاف بنينة، راح تكون محشية بكريمة الزبدة مع يعني حشوة المكسرات والكراميل. بنينة بزاف. ان شاء الله البنات تشوفوا معايا الفيديو الاخير هكذا باش تدوا كامل الافكار تاع الحلوة تاع اليوم ولا جميع الخطوات باش تنجح لكم. يعني حلوة تستاهل التجربة. شوفوا الشكل ديالها والمذاق، يعني ما نحكي لكم حتى تجربوها راح تعرفوا يعني المذاق ديالها. إذا عجبكم حلوتنا تاع نهار اليوم ولا عجبكم الفيديو تاع اليوم، شاركوه مع الحباب وما تنساوش ديروا لي جيم. نشوفوا مع بعض الحلوة تاعنا كيفاش تخرج، يعني تخرج قوام بزاف بنين، لاباط ولا لا كريم وسواء هذيك الحشوة اللي درناها. بدون إطالة نشوفوا الفيديو مع بعض، نشوفوا المقادير وطريقة التحضير على بركة الله. بسم الله. كيما راكم تشوفوا البنات هنا في غيسيبيون خديت 250 غرام تاع لا مارغرين اللي تكون بحرارة الغرفة. عندي زوج حبات تاع البيض، طريقة بزاف سهلة وبنينة بزاف الحلوة تاع اليوم، وراح تقطع لكم كمية كبيرة. كيما راكم تشوفوا هنا عندي كاس تاع السكر، سكر غلاس ما يعادل 220 مليلتر الكاس تاعنا. عندي مغرفة كبيرة تاع لافاني، عندي 4 كاس تاع الزيت. نخلطوا كامل هاد المكونات كيما راكم تشوفوا هكذا بالباتور، وما نساوش القرصة تاع الملح هكذا باش نعدلوا بها الذوق. خلطوا مليح حتى الحجم تاع يعني اللون عفوا تاع الكريمه تاعنا ولا تاع كريمه الزبده تاعنا راح تتحول وتولي هكذا في الكلاع. هنا ضروري باش نديروا هاد العمليه. هنايا ناخذ كاس اللي كينا به السكر، كاس تاع مايزينا، وراح نديروا حوالي كاس واحد اخر تاع الفارينه كما راكم تشوفوا، ونديروا مغرفه صغيره تاع خميره الكيميائيه. نخلطوا كامل هاد المكونات. هنا البنات انا راح ندير نوعين تاع الكاطو. قسمت لاباط ديالي على زوج، يعني نتوما هنا تقدروا تخليو هكذا لاباط ديالكم راح تحصلوا قلت لكم فايته 60 حبه تاع حبه حلوه، يعني يجي الشكل ديالها كيما شفتوا شباب بزاف، والذوق هو نحكي لكم شي البنات بنتو رائعه هاد الكاطو. هنا خلط هذيك لا مايزينا كيما راكم تشوفوا مع شويه تاع الفارينه، وانا هنا راح قسمت لاباط ديالي على زوج. نتوما هنا لما قسمتوهاش خليتو 250 غرام ديروا 4 مغارف تاع الكاكاو، كاكاو البني. انا هنا درت زوج مغارف بس قسمت الكميه كيما قلت لكم. فوالا عندي 4 مغارف تاع الكاكاو. نكملوا نلموا يعني العجين تاعنا بالفارينه هكذا كيما راكم تشوفوا معايا. سيو ما نعجنوهاش، نلموها غير هكذا بالاصابع تاع اليد كيما راكم تشوفوا، وما تكثرولهاش بزاف الفارينه. هايلي كيما راكم تشوفوا معايا. هاد الكميه هذه تاخذ لكم حوالي رطل تاع الفارينه، يعني باش تلم لكم كامل لاباط ديالكم. 250 غرام تاع الزبده راح تحتاجوا 500 غرام تاع الفارينه. هنا كيما شفتوا خليت لاباط تاعي ريحت شويه هكذا في الثلاجه باش تتماسك ونقدر نخدمها. خديت هادوما لي ساشي هادو كيما راكم تشوفوا تاع ورق الديول، يعني يساعدوكم بزاف باش تخدموا الحلوه تاعكم. وخديت هنا لومبورتو بياس البنات اللي يكون يعني مربع، الشكل ديالو مربع. وهنايا راني حللت لاباط ديالي على السمك اللي يكون خشين البنات. شوفوا يعني السمك ديال الحلوه ديالنا يكون خشين شويه هكذا باش تجيكم الحلوه تاعكم كيما شفتوها في الصوره في الاول، يعني تجي شويه بومبي. فوالا مع لا كريميتو راح تجي يعني كيما شفتوها الله يبارك الحجم ديالها كبير.
هنا بعد ما حطيتهم كامل في البلاطو، خديت حبة على زوج كيما راكم تشوفوا، قسمتها بهذه الطريقة هذه، يعني بالموس. هاي لي كيفاش نقطعها، ومن بعد كي نقطعها نقعد في بلاصتي هكا وندنيها شوية باش نخلي فراغ بيناتهم هكذا، باش نضمن انهم ما يلصقوليش. نحطها في الفرن على 180 درجة. مدة الطهي ديالها تاخذ لكم قريب 20 دقيقة، يعني ما تخلوهاش طيب بزاف، يعني حتى تنشف لكم هذيك يعني الشيكولا هذيك وتولي يعني الذوق تاعها ماشي بنين. هكذا نتحصلوا قلت لكم على فايته 60 حبة البنات كما راكم تشوفوا معايا. انا بهذه الكميه هذه جاوني 30 حبه. هنا راح ناخذوا باش نديروا كريمه الزبده. عندي زوج كيسان تاع السكر غلاس، عندي 4 مغارف تاع الماء. راح نذوبوا السكر هذاك في الماء باش نديروا كريمه الزبده، يعني لا كريم او بوغ. هنايا البنات ديروا نتوما نص الكميه، يعني خذوا كاس تاع السكر راح يكون كافي، وخذوا 125 غرام تاع لا مارغرين. انا هنا خديت 250 غرام تاع لا مارغرين. هذا مارغرين سبيسيال تاع يعني تاع الحلويات ولا تاع كريمه الزبده عفوا. هاد لو بوغ هذا يكون سبيسيال كما قلت لكم تاع تاع الكريم بوغ، هاو يتباع دوك في الاسواق واسمه اوبلين. هنا خديت لافاني، درت 2 مغارف تاع لافاني. وهنا خديت كاس تاع لا شونتيي، كيف درت لها 2 مغارف تاع الماء وضفتها لكريمه الزبده ديالنا. هنا قلت لكم نتوما ديروا نص الكميه، يعني ديروا كاس تاع السكر 125 غرام تاع لا مارغرين، وديروا نص كاس تاع لا شونتيي تتحصلوا على كريمه الزبده. هنا شوفوا البنات بعد ما طابت لي الحلوه ديالي، شوفوا تقعد بهذاك الشكل ديالها. هاي ليك تجي يعني رائعه في البنه. ناخذوا هذيك كريمه الزبده كما راكم تشوفوا هكذا، نخدمها هكذا غير في الطروف، والوسط راح نخليه هكذا كما راكم تشوفوا. وهنا راح نديروا الحشوه اللي راح ترافق يعني الحلوه ديالنا. هنا عندي كميه تاع المكسرات، يعني اي مكسرات كان عندكم، كاوكاو، لوز، جوز. انا درت خليط هنايا ما بين اللوز، كاوكاو والجوز، ودرت لهم هذيك يعني الكريمه تاع كابريس كما شفتوها. نتوما هنا تقدروا ديروا توفيا، تقدروا ديروا كريمه تاع يعني كريم نيسلي كراميل، تقدروا تخدموها في البيت وديروها. يعني المهم هكذا باش لميت الحشوه ديالي. فوالا هنايا ناخذ هكذا الظروف والوسط نعمرهم بهذه الطريقه هذه كما راكم تشوفوا معايا، يعني تجي بزاف بزاف بنينه. وهنا بنتي راهي تعاون فيا كما راكم تشوفوا هكذا كما راكم تشوفوا معايا. نمسح لها الاطراف، خليوها تكون خشينه، ما تعبزوش على الحبه ديالكم البنات. شوفوا كيفاش تجي لا كريم، لازم تجي هكذا خشينه باش تجيكم الحبه شابه ومعمره. هنا حطيتهم في المجمد البنات، شدوا روحهم مليح. لازم نحطهم في المجمد باش هذيك لا كريم تشد روحها، باش كي نروحو نديرو كلاصاج يجينا ساهل. يعني ضروري هنايا تحطوها في المجمد باش تشد روحها. وكي ديروا هذاك لو كلاصاج يكون سخون شويه، ما حشدوا بالكم كريمه الزبده. خديت هنايا شوكولا عاديه، شوكولا بالحليب. انا ندير لا مارك الوجدان البنات، هي في المذاق اللي تكون يعني مذاق تاعها بنين بزاف بارابور يعني حاجات واحد اخرين. هالي كيفاش ناخذ لا بيراميد ديالي هذيك، نوقفها كيما راكم تشوفوا، وندير لها شويه تاع الشوكولا ونحطها في ورق الطهي، يعني باش تكون بكل سهوله راح نحيه. يعني ورق الطهي يساعدكم بزاف في هاد الوقيته هذه كي نكونوا نديروا الكلاصاج. راكم تعرفوا الكلاصاج يعي شويه ويقلق، دونك لازم نوجدوا له كامل الاخر ديالو. هنا كيما راكم تشوفوا خديت شوكولا نوازيت، توجور الوجدان، هذه نوعيه النوازيت. الاخرى اولي، وهذه الوجدان. درت لها كميه تاع المكسرات اللي يكونوا يعني الحجم تاعهم شويه خشين، وراني نغطسهم هكذا باش نحصلوا على داك الشكل اللي شفتوه في الاول. هذه هي حلوتنا البنات نهار اليوم، حلوه بزاف بزاف بنينه. نتمنىكم تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات، راني دائما نستنى في التعليقات ديالكم. اذا جربتوا اي حلوه ان شاء الله قولوا لي في التعليقات، يعني حلوه ولا في الاحلام، بنينه بزاف 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 بزاف. هكذا الى اول مره راكم تشوفوا القناه ديالي نقول لكم اشتركوا في القناه اذا عجبتكم بيان سور، وفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد.
واذا عجبكم الفيديو تاع اليوم شاركوه مع الحباب، وما تنساوش ديروا لي جيم. خليكم على خير، في امان الله، الى فيديو اخر ان شاء الله. سلام.